يعني يبقى عندك حد بيحميك وياخد باله منك وانت اللي رافض. خلوني احكي لكم حاجة الأول عشان نفهم القصة ايه. حاسة السمع من أقوى وأهم حواس الإنسان وفيها خاصية عجيبة جدا. احنا طول الوقت في أصوات حوالينا، صوت الساعة وصوت عربية معدية بره واتنين بيتكلموا من بعيد. بس العجيب بقى إنك ما بتسمعش كل ده، لأن المخ بيختار إيه اللي يوصل لك من ودنك، بيركز لك بس على المهم ليك دلوقتي. فلو بتعدي الشارع هتسمع أصوات العربيات، ولو حد نده اسمك من بعيد هتسمعه وتنتبه ليه فورا. ربنا خلق لك السيستم ده علشان يحميك من الإنهاك العصبي، لأنك لو سمعت وانتبهت لكل صوت حواليك في كل لحظة هتنهار، عقلك مش هيستحمل ده. احنا بقى بنعمل العكس، كل كلمة بنسمعها بنقف عندها، كل رأي مختلف ندخل ونجادل ونزعل. أي نقد حتى لو بسيط يلخبط كياننا كله، لحد ما بنوصل لنفس الحالة اللي السيستم ده كان بيحمينا منها، الإنهاك النفسي. مش كل كلمة تسمعها تستحق ترد عليها، ومش كل رأي محتاج تناقشه وتاخد وتدي معاه، ولا كل نقد محتاج تاخده بجد قوي يعني وتتخض كده انه فيه او تحاول تثبت عكسه. من الأقوال الجميلة قوي مقولة بتقول إن سمو النفس أن تترفع عن صغائر الأمور، ومن أدب القلب أن تتغافل عما لا يستحق التفكير. درب نفسك إنك تعدي بعض ما تسمعه، اختار إيه اللي يستاهل تقف عنده وإيه اللي يخش من ودن ويخرج من التانية. وده مش ضعف، دي قوة بتحافظ بيها على طاقتك وسلامك. وافتكر دايما إن زي ما ربنا خلق ودنك بتختار اللي تسمعه، خلق لك قلبك وعقلك عشان تختار اللي تصدقه واللي ما تصدقهوش. اشتري سلامك وعافيتك.